السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ عساكم بخير وصحة وعافية وراحة بال. وخلونا نبدي بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. ورمضان كريم عليكم، كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله يا ربي يتقبل منكم كل الطاعات. ورجعت لكم فيديو جديد ويوم رمضاني إن شاء الله يا ربي يعجبكم. يلا خلونا نبلش بالفطور مالتنا. واليوم راح أسوي فطور مقلوبة الدجاج والخضروات. هنا عندي الدجاج مقطعته بهالشكل هذا، غسلته كل زين وخليت عليه مي، ضفت عليه حبة بصل وحبات ثوم، وهنا عندي هاي التوابل، ملح وبهارات دجاج وكاري وبابريكا وقرنفل ونومي بصرة ومكعب ماجي. راح أترك الدجاج ينطبخ بالتوابل والبصل والثوم، وبعدين أصفيه ونكمل باقي طبختنا. وطبعا هاي تحضيراتي بديت بيها من الساعة 3، لأنه قلت لكم أني أدخل للمطبخ وأحضر فطور تقريبا الساعة 3 أو مرات حتى الساعة 2 إذا عندي شغل هواية. فهنا عندي الدجاج بدأ يستوي بنات، شوفوا، والسوب مالته ما شاء الله صار يخبل وريحته طلعت كلش طيبة. راح طبعا بعدين أصفيه وآخذ المي مالته حتى أطبخ بيه التمن. وهنا بنات راح أخلي هاي الخضروات اللي هي البوتيتو والفلفل، هالمرة يعني ما راح أخلي أي شي. طبعا قبل كنت أخلي بالمقلوبة طماطة وبصل وباذنجان، بس صراحة يا بنات ما ياكلوهن، فأنا قلت ليش واحد يحرمهن حرامات يعني، بس مجرد على الشكل، فقمت ما أخليهن. هنا بديت أقلي البوتيتة والفلفل، وهاي عندي حبات البوتيتة والفلفل أقليها بهالشكل هذا وأصفيها من الدهن. وطبعا بعدين أكيد راح أقلي الدجاج اللي هو أكيد أنا صفيته، شوفوا لي هنا صفيته بالمصفي هذا. وهذا السوب مالته بنات راح أطبخ بيه التمن، طبعا ما بي أي زفرة نهائيا، أي زفرة ما بي. وهنا عدت التصوير مرة ثانية مال الدجاج من خليته على النار. هسه هنا بنات قليت الدجاج، هاي قطع الدجاج اللي عندي، وراح أطبخ التمن. والتمن هنا غسلته كل زين وصفيته من المي وحمسته ويا الزيت والمعجون. وطبعا ما راح أخلي له توابل وبهارات، لأنه السوب مال الدجاج مليان بهارات وتوابل ونكهات كلش طيبة. فهنا بنات خليت السوب، طبعا راح أضيف له شوية بعد قلاص مي، أريد المي مالته يصعد يعني فوق التمن حتى يستوي على راحته. وطبعا أني هنا مبلشة بتحضيراتي. وهاي عندنا الشوربة بنات هم بعدها على النار، بعد أريدها تتسبك كل زين. بنات أنا ما أطبخ هواي شوربة، على مود ما تبقى، صدقون يعني هاي الكمية، ومرات تبقى الثاني يوم، مو مرات والله على طول. فأطبخ كمية قليلة بحيث أهرسها، أخليها تنهرس تصير مثل السوب عبالك. وهسه هنا بديت راح أصفط الدجاج والخضروات اللي عندي. تعرفون بنات احنا برمضان كل يوم نسوي نوع، يعني أم البيت تعتمد، أكو ناس يعتمدون على أكثر من نوع بوجبة الفطور. الصراحة أنا هذا الشيء أعتبره، يعني الصراحة ما أعرف، هو بعد كل من وذوقه أعتبره تبذير. يعني أنا أقدر أسوي أكثر من نوع، بس لا، ليش هذا الأكل حرامات كله يبقى؟ صدقون يعني هاي الأشياء أنا جاي أقلل من عندها وقاعد تبقى، فأسوي نوع واحد، أعتمد على نوع واحد بس، أسوي وياه شوربة وتمر وزلاطة أو طرشي، أو مثلا يعني زلاطة اللهانة أو زلاطة الخيار أو مقبلات، وتجمع يعني هاي الأمور تجمع، وصدق ما شاء الله تصير سفرة خير من الله، وهم يبقى من عنده، هم يبقى من عنده. لأن تعرفون الصايم شقد ما كان جوعان ما راح يقدر ياكل، يعني ياكل هواية.
أكيد شوي شوي راح يكتفي، يعني ياخذ مثلا ياكل شوربة، ياكل فد نوع من الطبخة المعينة يعني الموجودة، على تمر، على زلاطة، فأكيد راح يشبع. وطبعا ما أحكي لكم تالي الليل هم يرجع يجوعون مرة ثانية، فيقعدون يسوون اللي بقى من الفطور، مرات ياكلوا ومرات يسوون غير شغلات مثلا. المهم، فقلت لكم احنا لازم نعتمد على نوع واحد ويا المقبلات والشوربة. وطبعا شفتوني هسه اني خليت التمن على الخضروات والدجاج وكبسته كل زين وخليته على النار، طبعا على نار هادئة. وهنا بنات راح اسوي الجلي بالفراولة. هنا عندي حبات من الفراولة قطعتها بهالشكل هذا وخليتها بكاسات التقديم. وهذا عندي الجلي بنات، طريقته كلش سهلة وبسيطة، وأكيد أكثركم تعرفوا. يعني مجرد أنه أنا أفور المي، وبعدين من أشوف المي يبدي يغلي أو يفور أفرغ الباكيت مال الجلي على نار هادئة طبعا، وأخلط بيه فد مرتين ثلاثة، بعدين أطفي. ومن يبدي شوي تهفت الحرارة مالته يعني. طبعا هنا قطعت التسجيل لأنه عندنا شغل بالمنطقة دا يشتغلون بهاي أمور الحفر والتبليط، فالصوت كلش قوي هنا عندنا بالبيت. المهم قلت لكم بنات، مني أشوف شوية تهفت الحرارة مالته أبدي أفرغه بكاسات التقديم بهالشكل هذا، وبعدين أتركه شوية من يدفى أخليه بالثلاجة. هو أكيد كل ما راح يبرد كل ما راح يتماسك. وطبعا بيومها اجاني خطار وقدمت لهم هم من هذا الجلي والفراولة، هم طعمه كلش طيب، بس اني حبيت الجلي بالموز اكثر شي. المهم حبايبي، وهنا صرنا قريب على الفطور، وهاي جهزت المقلوبة مالتنا، بس حرامات ما طلعت قالب. المهم فرغتها هنا، وطبعا انا مستخدمة تمن البسمتي، تمن جوكر. وشوفوا يا بنات، هاي المقلوبة مالتنا، وهاي طبقنا الرئيسي للفطور، وهاي سفرتنا البسيطة بنات للفطور. إن شاء الله يا ربي صيام مقبول وذنب مغفور، وربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وفطورنا وفطوركم بألف عافية يا ربي. طبعا هذا الطرش اللي كبسته قبل فترة وياكم هنا استوى عندي، وفرغته هم بالكاسات. وهذا كان فطورنا يا حبايبي، حبيت أشارككم بيه وأنطيكم فكرة بسيطة، وإن شاء الله يا ربي مقبول منا ومنكم. وهاي الحبشكلات آخر شي راح أختم الفيديو وياكم. طبعا هاي مال تالي الليل. لهنا أقول لكم مع السلامة، وانتظرون فيديو رمضاني قادم.